الآن إلى رأي العام. نحن في مؤتمر ستار نطالب بوقوف انتهاكات بحق النساء في سوريا في ظل استقرار حالة العدم الأمن والاستقرار في سوريا، ومع تفاقم الانتهاكات بحق المدنيين في ظل الحكومة الانتقالية. تتصاعد وتيرة الجرائم التي تطال النساء بشكل خاص من خطف واغتصاب وتغييب القسري، ما يعكس واقعا مأساويا تعيش البلاد ويهدد النسيج المجتمعي والحقوق الأساسية للمرأة السورية. وفي هذه السياق نندد بجريمة الخطف الفتاة هيفاء عادل طيار التي تم اختطافها أثناء مرورها على أحد الحواجز التابعة لأمن العام في مدينة دير حافر، خلال توجيهها من مدينة كوباني إلى مدينة حلب لزيارة عائلتها بتاريخ 13 من شهر الأيلول الجاري. إن للمرأة دوريا أساسيا في منع النزاع وبناء السلام، ولكن في كثير من الأحيان تتعرض حياتهن للخطر، وخاصة جغرافية سوريا التي تشهد الحالة من تخبط النتيجة السياسية الممارسة من قبل السلطة الحاكمة. وما هذه الجريمة إلا جريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها هذه العصابات بحق النساء في كل من السويداء والساحل والسوري والمناطق الخاضعة لسيطرتهم. ونحن بدورنا كحركة مؤتمر ستار ندين ونستنكر بشدة هذه الجريمة وكافة الأشكال العنف الانتهاكات بحق النساء في كل بقعة من سوريا، ونحمل المسؤولية هذه الجريمة للمجتمع الدولي والحكومة المؤقتة، ونطالب بوضع حد لهذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها لإفراج الفوري عن كل من مختطفات والمغيبات قسرا، ونشدد على نضال المقاومة في وجه هذه الانتهاكات والنصر على بناء سوريا الديمقراطية تعديدية لا مركزية، لأن لا مركزية هي السبيل الوحيد لضمان الأمن والأمان لإبناء الوطن وتمكين المرأة من أداء دورها الكامل في بناء السلام والعدالة. بيجي ساروك أوبو، بيجي ساروك أوبو، بيجي ساروك أوبو، بيجي ساروك أوبو. جنجيان آزادي، جنجيان آزادي.